تشاهدون في رمضان مسلسل زيزينيا الجزء الثاني، الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج جمال عبد الحميد. جايز التوقيت ما كانش صح، الصدفة لعبت دور غريب قوي. جيت عشان اشوف في ليلة واحدة الاتنين اللي خانوني. انت ليك عيب تتكلم يا نهار الشقاوة. اوعى ما مالك يا طاف؟ انا جاي نقول كلمتين لحميد ونكتكس. انت السبب، خليتيه يفقد الثقة بكل الستات. انت شجعتيني على الغلط علشان كنت بتسامحيني. حسيت وانا عايش معاهم حياتي بقى لها معنى. عرفت ازاي؟ مش كده يا بياضة، كفاية بقى. ايه رأيك؟ تاخد بوسة؟ انا اللي يفرق صحيح القرارات اللي هناخدها دلوقتي. انت عايزه ايه فرانشيسكا؟ عندي ميعاد مع الباشا سان ستيفانو. حاتم الاسكندراني من دول، ما تأخذنيش يعني يا ست ام فتحي. فنجري بق. لا، بشر مش من النوع اللي ينتقم، ومش هو ده الدرس اللي انا اقصده. اكتشفت ان البنت لما بتربط حياتها واحلامها براجل زي اللي بيراهن على حصان في سبق، الحصان بيخسر وبيته بيتخرب. ما اقدرش اكل من طبق سبقني الكلب ومد بوزه فيه، حتى لو كان في احلى اكله بحبها. باقة مختارة من برامج رمضان تلتقون بها على شاشة القناة الثانية. المسلسلات: يحيى العامي وفاروق الفيشاوي في خيال الظل، هاني لاشين وممدوح عبد العليم في ذنون المصري، جمال عبد الحميد ويحيى الفخراني في زيزينيا، نرمين الفقي وأحمد عبد العزيز في البحار موندي. بعد ذئاب الجبل والضوء الشارد، الكاتب محمد صفاء عامر والمخرج مجدي أبو عميرة يلتقيان في المسلسل الجديد الفرار من الحب. البرامج المنوعة: بيت الأصيل، خليها على الله، بالهنا والشفا، أحلى الأوقات، ليلة العمر، فوازير الصلصال، عالم سمسم، سندباد. البرامج الدينية: العشرة المبشرون بالجنة، الصائمون يسألون. يا من هواه عاش دوما في خيال، وبحثت عنه في الجنوب والشمال. ربنا لما يريد أحلامنا هتتحقق، وكلامنا هيتزلق، والغايب هيعود. ربنا لما يريد قلب العاصي يسلم، وعيوننا هتتكلم، ولا شيء طبيعي.